ليه الضبع ما ينفعش يتم دفنه إلا بحضور الشرطة؟ سؤال لوحده كفيل يخليك تسأل، هو احنا بنتكلم عن حيوان ولا حاجة أخطر من كده بكتير؟ الضبع مش حيوان عادي، الضبع كائن الناس كانت بتبعد عنه وهو عايش وبتترعب منه وهو ميت. في أماكن كتير مجرد ذكر اسمه كان بيوقف الكلام، وكأنك نطقت بحاجة ممنوعة. الضبع بيطلع بالليل، عينه بتشوف في الضلمة اللي الإنسان ما يشوفهاش، ذاكرته قوية، بيفتكر الوجوه، ولو شاف ضعف بيسجله. عضته من أقوى العضات في الطبيعة، يمكن أقوى من عضة الأسد كمان، بتكسر العظم وبتسيبه مسحوق. والأخطر إنه مش بيخاف من البشر. صوته اللي رعب الناس صوت الضبع، مش ضحك زي ما الناس فاكرة، ده صوت متقطع عالي وواطي، وكأنه حد بيضحك وهو بيتعذب. الصوت ده في الضلمة بيكسر الأعصاب، وبيخلي أي حد يسمعه يحس إن في حاجة غلط. عشان كده مجرد صوته كان كفاية يرعب قرى كاملة. الضبع معروف عنه إنه بينبش قبور الموتى، ريحة الموت بتجذبه، والليل بيحميه. المشهد ده خلى الناس تربطه بعالم تاني، عالم بين الحياة والموت. ومن هنا الخوف اتحول لعقيدة. وهنا بنوصل لأحلك نقطة، السحر. في معتقدات منتشرة لحد النهاردة بتقول إن عظمة الضبع بتستخدم في السحر الأسود. ناس مؤمنة إن العظم ده ليه قوة في السيطرة، في الإيذاء، وفي أعمال خطيرة جدا. وعلشان كده جسم الضبع ما كانش بيتساب بعد موته، كان بيتسرق، بيتقطع، وبيختفي. وده اللي خلى دفنه يبقى موضوع حساس وخطير. ليه الضبع ما ينفعش يتم دفنه إلا بحضور الشرطة؟ مش علشان قانون مكتوب، لكن علشان تمنع اللي بيحصل بعد الدفن. حضور رسمي، شهود، دفن كامل. مش خوف من الضبع، خوف من اللي ممكن البشر يعملوه بجثته. الحقيقة مفيش قانون بيقول الكلام ده بشكل رسمي، لكن في خوف شعبي، وفي قصص حقيقية اتحكت، وفي ناس لحد دلوقتي مصدقة وبتطبق. وده كفاية يخلي الأسطورة تعيش. الضبع مش شيطان، بس اتربط بأحلك الحاجات في عقل الإنسان. بس خليك صريح، لو عرفت إن في ناس لسه بتستخدم عظم الضبع في السحر، هتقول خرافة ولا خطر حقيقي؟ اكتب لنا في الكومنتات، هل الضبع حيوان مظلوم ولا سمعته المرعبة ليها سبب حقيقي؟ واكتب لنا حابب تعرف عن إيه تاني.